القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. وتعظيم الله عز وجل من أجل العبادات القلبية، وهو الذي يتعين ترسيخه في القلوب وتزكية النفوس به. وكلما كانت المعرفة بالله أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وقد ذم الله سبحانه أولئك الذين لم يوقروه حق توقيره، فقال عز من قائل: ما قدروا الله حق قدره. فهم جاهلون بربهم العظيم القدير، ما عرفوه حق معرفته، وما عظموه حق تعظيمه، وما أعطوه ما يستحقه سبحانه من تقديس وإجلال وتكريم وتنزيه. عباد الله، من أخطر ما يفتك بقلب العبد ويورده المهالك أن يعتقد الإنسان في ذات الله تعالى أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق. قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب قومه الذين اتخذوا الأصنام آلهة: فما ظنكم برب العالمين؟ أي إن اعتقادكم في جانب رب العالمين باطل وجهل منكر. وقد يكون المرء ممن يسيء الظن بربه وهو لا يشعر. قال ابن القيم رحمه الله: فأكثر الخلق، بل كلهم إلا من شاء الله، يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحق، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم من ذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله.